ردت الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي على انتقادات مشاركتها في فيلم حمام الملاطيلي، مؤكدة أنه عمل مع كبار المخرجين. تكشف شمس البارودي موقفها النهائي من العودة للتمثيل بعد وفاة جوزها الفنان حسن يوسف، قالت إن رجوعها ده مجرد شائعات. ردت الفنانة على الانتقادات اللي طالتها بسبب مشاركتها في فيلم حمام الملاطيلي عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك. وجاء رد الفنانة شمس البارودي بتعليق أحد المتابعين اللي قال لها: حد يصدق إن دي عملت حمام الملاطيلي أجرأ فيلم في السينما؟ هو ما دفعها للرد، عبر عن استيائها من هذا الحديث. وقالت شمس البارودي في إشارة منها إنها رافضة للهجوم على مشاركتها الفنية السابقة، وقالت له: الفيلم ده مع كبار المخرجين، كتير فنانات عملوا معاه أدوار تمثيلية مشابهة. فيلم حمام الملاطيلي إنتاج يوليو سنة 1973 للمخرج الكبير صلاح أبو سيف. هو فيلم كان مثير للجدل ومأخوذ عن قصة الكاتب محسن زايد. فيلم بطولة شمس البارودي ومحمد العربي ويوسف شعبان وفايز حلاوة ونعمة الصغير عبد الغني النجدي وناهد سمير وسعيد خليل وسعاد نصر. قامت الفنانة شمس البارودي بدل المصر حول عودتها للتمثيل بعد وفاة جوزها الراحل. أعلنت مرارا وتكرارا: نسيت التمثيل نهائيا.